السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. وانتم تشوفوا في فيديو اليوم حبيت نشارك معكم واحد من احب الفيديوهات لقلبي، هو فن تنسيق سيني العيد وطاولات الاستقبال. على بالي باللي كل واحدة فيكم تحب بيتها يكون في قمة الاناقة، وصينية القهوة هي اللي تعبر على شطارة وهمة مولاة الدار. في هذا الفيديو خيت لكم تشكيلة بزاف راقية وفخمة من تنسيقات الصينيات بلمسة بريستيج، باش تدوا منها أفكار وتزينوا موائدكم بأبسط الأشياء وأجملها. اقعدوا معي للأخير وشوفوا هذا الذوق الرفيع اللي يجمع بين الأصالة والعرسنة. شوفوا معي هذه التنسيقات شحال تمد هيبة للصالون وبيت القعاد. أنا شخصيا تعجبني السينيات اللي تكون منظمة ماهيش معمرة بزاف باش تبان شياكة نتاع الماعن والحلويات. ركزوا في طريقة وضع الفناجين وتنسيق الألوان بين طبس القاطو والمناديل، كل تفصيلة صغيرة تدير فرق كبير. الجمال في سن العيد ماشي في الغلاء نتاع الماعن، بصح في اللمسة نتاعك انت كأميرة في بيتك. شوفوا مثلا هذا التنسيق اللي فيه الورود الطبيعية والشموع كيفاش يعطي جو من الرقي والهدوء. حابة نعرف منكم في التعليقات واش هو الستيل اللي تحبوه، وهل تحبوا الصينية التقليدية تاع النحاس ولا تحبوا هذا الستيل العصري والبريستيج. وهكذا خطاتي نكون وصلنا لنهاية هذه الجولة الممتعة في عالم تنسيق الموائد والصينيات الراقية. نتمنى تكون هذه الأفكار نالت إعجابكم وفتحت لكم آفاق جديدة باش تبدعوا في بيوتكم وتفرحوا عائلاتكم وضيوفكم بالهمة والشان. إذا أعجبكم الفيديو حسيتوا باللي هذه التنسيقات راقية وتستاهل، ما تنسوش تدعموني بجمل الفيديو وتخلوا لي تعليق شباب كما نتوما بكرامتكم. وإذا كنتم جداد في القناة يشرفني بزاف انضمامكم لعائلة أميرة الديكور. تهلاو في رواحكم بزاف وفي سلامة الله وحفظه، واستنوني دائما في فيديوهات جاية معمرة أناقة وجمال. إلى اللقاء.